احنا بقينا جيل البلوكات. اي خناقه اديله بلوك، كلمه وجعتك اديله بلوك، حتى لو اللي قدامك ده كان 10 سنين. بقى زرار والسلام كده، مفيش حد بيعرف يواجه، كله بقى بيهرب ويستخبى. زمان لما الناس كانت تزعل من بعض كان في عتاب وفي قعدة عرب ويجيبوا شاي كده، يعني كان في لمة كده، وكانت الناس عارفة قيمة بعضها. دلوقتي تزعل حد منك بتاكد زرار يمسحك كأنك ما كنتش، يقول لك يا عم انا بريح دماغي، بس هو كده مش بيرتاح، هو بيتهرب. المشكلة اننا بنتهرب من المواجهة ونلبسها كده لبس كرامة وراحة نفسية، مع ان جوانا في كلام كتير لازم يتقال، بس بنسكت بنقول ما يستاهلش. طب لو هو ما يستاهلش اصلا، طب انت ليه كنت بتديله من قلبك؟ وليه الزعل وجعك؟ وليه انت زعلان عليه اصلا؟ ولا تكونش زعلان من نفسك عشان اتعلقت بحد ما قدركش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني اللي يغلط ليه رد، بس اللي بيعفي ويصلح أجره محفوظ ومضمون عند ربنا سبحانه وتعالى، مش عند البشر خالص. يعني اوعى تفتكر انك ضعيف عشان سامحت، لا دي قوة بس من نوع تاني، قوة اللي قلبه كبير بجد. اللي يعمل لك بلوك ده أول ما بتزعله غالبا كده كان مستني أول فرصة ويخلع فيها، وما كانش شايفك غالي خالص، هو كان شايفك وقت فراغه بس. في ناس بتستعمل البلوك مش عشان يرتاحوا، عشان يبعدوا عن الحقيقة اللي بتوجعهم لما يشوفوك. خليك واعي، في ناس بتقفل الباب بس وهي جوه أصلا كانت بتلم شنطها من بدري.